اولا حنا تنجاريو مباراه بمباراه. اليوم كان عندنا مباراه ديال الكاس، الحمد لله اننا توفقنا في التاهل، لان المباراه ما كانتش سهله مع فريق الجيش في الملعب ديالو. تنظن بانهم ضغطوا علينا، الحمد لله اننا كنا موفقين من الناحيه الدفاعيه، ما تسجلوش عندنا اهداف. المباراه ديال البطوله مازال كاين الوقت، مازال عندنا 2 الاسابيع. المعطى الوحيد اللي سلبي بالنسبه لنا هو اننا حنا غادي نتوقفوا على المنافسه، الوقت اللي فريق الجيش غيمشي يلعب 2 ديال المباريات مهمه، وبالتالي ممكن تكون سلبيه بالنسبه لنا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليها ايجابيه هي ان فريق الجيش انه يتعثر، بالتالي ممكن يكون عنده اصابات، ممكن هذوك 2 ديال المباريات يخلفوا عياء، وبالتالي في انتظار يوم 29 ان شاء الله يكون الوقت نجهزوا راسنا للمباراه المقبله ان شاء الله. كوتش، شفنا اليوم الحارس الاول تاع الفريق ما شاركش كرسمي، واش كاينه شي اصابه ولا فقط اختيارات تقنيه؟ هذه اختيارات منذ بدايه ديال الموسم، كنت خبرتهم بان بن عبيد مادام متالق في البطوله وكاين تيتواجد مع المنتخب، فغنعطيو فرصه كذلك لايمن ماجد باش يكون عنده حتى هو حظ في التنافس. والحمد لله انه لحد الان هو حنا غاديين معاه مزيان، لان عندنا 2 ديال الحراس، لا قدر الله تصاب شي واحد ولا خدا شي انذار ولا هذاك، فحنا غيكون عندنا بديل ديالو. بن عبيد حارس مميز، هو الحارس الاول ديالنا، وبطبيعه الحال المباراه المقبله هو اللي غيكون ان شاء الله في المرمى. هذا سؤال طرحوه على بن عبيد، هو اللي ممكن يجاوب.